محشي الكرنب اللي كل الناس بتحبه النهارده هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهعملكوا خلطه بجد يعني طعمها رهيب وفي نفس الوقت كده سهله في التحضير بتاعها. وغير كده هقولك على طريقه سهله تلفي بيها الكرنب كده. هو لو انت كده قدامك 10 حلل كده هو مش هياخدوا معاكي اي وقت. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتستفادوا منه، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى على طول نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الكرنب متوافر موجود في الأيام دي في السوق كتير. كمان هقولك كمان ازاي لو انت حابة تفرزيه ويفضل معاكي من السنة للسنة. انا والله السنه اللي فاتت كنت مخزنه، عايزه اقول لكم اقسم بالله كنت بطلعه وبعمله. يعني عارفين كانت تبقى بالنسبه لي اسهل اكله. في نفس الوقت والله طعمه لا كان متغير ولا مجلد ولا حاجه. السنه دي انا لسه ما خزنتش، بس هقول لكم تخزنوه ازاي، وان شاء الله ممكن كمان اخزنه معاكم اليومين الجايين دول. انا بحب كده ان انا افتح القلب بتاعها واطلع القلب واسلقها كده. لو مش بتعرفي تعملي كده او ما عندكيش حله كبيره تقدري تطلعي كده كل ورقه كده لوحدها وبعدين تسلقيها. انا كده الطريقه دي كده يعني متعوده عليها كده من عند من بيت اهلي كده ان انا بعملها كده بس طبعا محتاجه يكون حلتك كبيره عشان تعملي كده. ما كانش كده بقى تضطري ان انت تخلعي ورقه ورقه كده وتسلقيه عادي. طبعا حطيت في المية شوية ملح وشوية كمون، وبعد كده بدأت احطه كده وبحاول بقى اجيب الكرنبة كده على كل جنب شوية عشان تستوى من كل ناحية. وفي الاخر بقى كده بقلبها بخلي كده الوش بتاعها، يعني الوش كده يكون لتحت اللي هو اللي فيه العروق التخينة، يبقى لتحت لحد ما احس ان هي استوت شوية. ممكن ارجع تاني اقلبها بقى كده على اللي هو الورق زي ما انتم شايفين كده يبقى العروق تبقى من فوق لان هي يعتبر كده شبه استوت. بعد كده بقى بالمساكة او بشوكة مثلا بمعلقة او اي حاجة هسحب ورقة ورقة كده لقيتها تمام استوت خلاص. مش شرط ان هي تكون استوت 100%، لان هي لسه طبعا سخنة وهتتحط فوق بعضها فهتطرى اكتر من كده اللي بلاقيها لسه شوية باجي ركناها كده على جنب لحد ما احس ان الورقة لونها اتغير وطريت كده شوية معانا. خلاص بقى كده خلصنا من مرحلة التسوية. هكمل انا الباقي كده مع نفسي. معايا كرنباية تاني هعملها برضو بنفس الطريقة دي. طبعا انا مجرية الفيديو عشان ما اطولش عليكم الوقت اكتر من كده خلاص كده بعد ما يعني خلصت سلقته كله. في بقى كذا طريقة ان انت تقطعي بيه. ممكن تقطعي ورقة ورقة كده على قطاعة، وكمان ساعات بعملها على ايدي. باخد طبعا اللي هي الورقة بقسمها على 2. وبعد كده بشيل منها العرق وبلفها وبقطعها كده بعملها رول واقطعها زي ما انتم شايفين كده. بشيل العرق التخين وببدأ ابرمها كده واقطعها بالشكل ده. ب... بتسهل عليا بقى في اللف، يعني بجد بتخليني الفه بجد ما بياخدش معايا اي وقت. عايزه تعملي كذا ورقه فوق بعض بقى كده. بصي حطيت ورقتين فوق بعض مفتوحين، وبشيل بقى اللي هي القطعة التخينة اللي في النص وبرجع برضو اطبقها واعملها كده بالشكل ده. تقدري تعملي اكتر من ورقتين، تعملي 3 ورقات 4 ورقات زي ما انت حابة. الطريقة السهلة بالنسبة لك اعمليها. هعمل واحدة كمان تاني معاكم. بص بتنيها بالشكل ده، ممكن تحطي عليها واحدة كمان وهي متنية كده وكده بشيل العرق التخين ده. ممكن برضو لو من غير قطاعة برضو ببرمها وبقطعها كده على حسب الصبع ما انا عايزاه. هوريكم كمان لما بشتغل من غير قطاعة، يعني زي الناس مثلا اللي ما بتحبش تستخدم القطاعة ولا حاجة. بصوا بشيلها ماسكاها بايدي مع ان السخن بيطلع بخار. وبشيل العرق التخين وبعد كده بعملها رول وبقطعها كده بالسكين. بصوا بقى كده الرولات ديت كده لما باجي حتى اخزنه اهم حاجة يتصفى من المية. بقطعه بقى بعمله رولات كده وبجيب اطباق فل وبرصهم كده في كل طبق على قد ما انا هستخدم. وبعد كده بلفه باستريتش راب وبحطه في الفريزر. اقسم بالله عملته كده وكان جميل. انا بقول لكم ان انا خلاص قطعت الورق كله والعروق خليتها لوحدها عشان بستخدمها برضو في الاخر. اهو بص الورق اهو قطعته كله ما شاء الله كمية كبيرة. هبدأ بقى احضر الخضار بتاعي. طبعا بقدونس وكزبرة وشبت دي معروفة. هتقولي اللي هو بتاع الخضار اللي بيبيع الخضرة وكده لو عايزة خضرة محشي هو هيديكي الخضرة مع نفسه. المهم بقى اللي انا كنت مجففاه اقسم بالله كان كل اللي بيدوقه ما كان يعني بيفكروا ان هو كرنب فريش.
خلاص بقى بعد ما قطعت الخضرة، وطبعا كنت منضفاها قبل ما اقطعها، لو فيها مثلا عروق صفرة حاجة مش كويسة ولا حاجة بنضفها كويس. بعد كده هغسلهم واحطهم في مصفى يتصفوا. هنا بقى معايا كده كام بصلاية حلوين، هضربهم في الكبة وهحط كمان كام قرن فلفل كده يتضربوا كده معاهم. هشيل طبعا العروق من بتاعت الفلفل، وهضربهم بقى كده في الكبة، يا اما تخرطيها على ايدك، بس ما دام استخدمنا الكبة نستخدمها بالمرة. خلاص كده كمية بصل الحلوة بتدي طعم جميل جدا جدا للمحشي، وحاطاه ني مش محمرة ولا حاجة. هحط بقى مكعبين كده من المرقة. ودي بهارات لا بهارات بهارات محشي جايباها من عند العطار، ممكن تستغني عنها يعني، مش اساسي يعني عندي في الوصفة. بحط بقى بعد كده شوية كمون وشوية فلفل اسمر وشوية من الشطة. لو انت عايزة بقى تخليه مشطشط اكتر حطي شوية شطة، مش عايزة حطي حبة بابريكا او تستغني عنها خالص. قلبت بقى الخضار ده كده مع بعضه، ومع البصل مع الخضار والفلفل والتوابل. هنا بقى انا كنت غاسلة يعني حوالي كده 2 كيلو من الرز. يعني ما شاء الله الورق معانا كتير. فطبعا انت حسب يعني، لو جايبه انا عامله كرنبتين، ففي كرنبايه بتاخد كيلو من الرز، وفي بتاخد اقل وفي بتاخد اكتر حسب. طبعا الحاجه اللي انا بعمل فيها كان الصغيره، ففضيتهم في حاجه واسعه كده اهو. الطماطم بقى دي انا يا دوبك ضرباها في الخلاط من غير ما اصفيها، من غير اي حاجه، وسبتها تتسبك كده من غير اي اضافات. ابدا بقى ازود بقى زيت سمنه بقى براحتك، بقى الماده الدهنيه اللي بتحبي تستخدميها حطيها. عايزه بقى لو عندك هريسه شطه حطي، عايزه تحطي فلفل اخضر زي ما انا حطيت. الفلفل بيدي طعم جميل جدا للمحشي مع الشطه طبعا، وحسب يعني في ناس اصلا ما بتحبش الحامي، فمش هتحطي حامي يعني، ده حسب الرغبه. بس هو بصراحه المحشي لما بيبقى حامي بيبقى طعمه جميل. بعد ما قلبت بقى كده الخلطة كلها، رجعتها تاني مكانها في الحاجة اللي هستخدمها. هنا بقى تعالي بقى كده الأرضية بتاعت الحلة اللي احنا هنسوي فيها المحشي. بجيب الورق العروق اللي احنا شلناه، وبقطعه بالشكل ده كده وبحطه ده كده كأرضية، ما يخليش المحشي يلزق منك ولا أي حاجة. بصوا بقى دلوقتي بقى طريقة الحشو دي سهلة جدا، وبتطلعه معاكي بجد مظبوط، بيطلع كده كل صبع كده بصبع. بفك بقى الرول ده كده بيبقى قدامي شريط كده زي ما انتوا شايفين، وبسيبه زي ما هو طويل، بلف وبقطع، بلف كده وبقطع. بجد والله بصي طريقة سهلة جدا. لو انت كده من الناس اللي بتكره اعمال المحشي بسبب الوقت والمجهود وكده اعمليه بالخطوات دي وبالطريقة دي، بجد هيبقى سهل. ولو انت لسه برضه بقى بنوتة جديدة كده ولسه جديدة في المطبخ، لسه عروسة جديدة، بجد الوصفة دي هتخليكي كده تحبي المحشي وتحبي ان انت تعمليه. انا بالنسبه لي كده خلاص انا كده يعتبر خلصت المحشي. ليه بقى؟ انا خلاص عملت التسبيكه، مجرد غسلت الطماطم ضربتها في الخلاط، كانت عبال ما السبيكه كنت انا بقى بحضر في في حاجتي، فوالله ما بياخد وقت خالص. انا بقى لفيت معاكم كده كام صبع كده اوريكم بس الطريقه سهله ازاي. وبعد كده بقى هقفل الكاميرا، وهكمل بقى كده انا الباقي مع نفسي. انا كنت بحاول اقرب لكم الكاميرا عشان اوريكم لون الخلطه عامل ازاي. وطبعا انت حابه تزودي براحتك، لو انت حابه تزودي طماطم عن كده براحتك، حابه تزودي معلقتين 3 صلصه من اللي هي الصلصه الجاهزه براحتك يعني زي ما انت حابه. بس هي كده كانت جميله. بصوا بقى كده انا خلصت كده عملت كده حلتين، الحله دي كده مليانه والحله التانية ناقصه شويه. وكمان هسوي معاكم حله كده اللي هي الصغيره الناقصه دي كده اوريكم يعني طريقه تسويه برضو للمبتدئين واللي لسه عرايس كده جداد. بصوا انا بحط طبق او بحط معلقه او اي حاجه عشان خاطر وانا بحط الشوربه ما تفتحليش المحشي. هحط بقى كده شوربه لحد ما اغطي المحشي ده كده بعقل الصبع كده واحده او نص عقله يعني ما تكتريش قوي الشوربه، يا دوبك تغطيه كده بحاجه بسيطه زي ما انتم شايفين. حابة تزودي صلصة في الوقت ده برضو تقدري في الشوربة دي تزودي فيها صلصة من اللي هي صلصة العلب. وطبعا تظبطي ملح الشوربة بتاعتك، يكون طبعا احنا مظبطين الملح بتاع الخلطة، والشوربة نفسها تكون الملح بتاعها متظبط. حطيت كده بقى معلقتين كده سمنة كده على الوش كده بيديله طعم جميل ساعة التسوية. هنا بقى بعد ما بيغلي ببدأ اهدي عليه النار عشان خاطر طبعا ما يشيتش معانا.
وبعد ما بيستوى برضو ده اختياري، برضو بحب احط معلقه سمنه كده اهوت، برضو بتبقى طعمها جميل، بالذات بقى لو سمنه بلدي او اي نوع سمنه تكون طعمها حلو. يا سلام بقى لو الشوربه بتاعتك اساسا هي دسمه كده اهوت بتبقى جميله. هفضي بقى كده معاكم كده طبق، بصوا كل صبع نازل بصبعه كده اهوت، ولا بيتفك مننا ولا اي حاجه. عايزه اقولكوا طعمه بجد وريحته تحفه، يعني اي حد كده هو هيدوقه من ايدك هيقولك تسلم ايدك. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو استفدتي من الفيديو ما تبخليش عليا بلايك، لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.